قارئ الشيخ السادات كان بيقلده. الشيخ السادات ايه؟ الرئيس السادات كان بيقلده. خلاص هنخليها كده مش هنمنتجها. يلا تعالوا نسمع الحكايه للاخر. مقرئنا رحمه الله عليه سمعوا الملك فاروق ملك مصر واعجب بصوته جدا، وعينوا مقرئ للقصر الملكي من قبل ما يعتمد في الإذاعة المصرية. وبعد زوال الملكية وقيام الجمهورية ظل المقرئ بتاعنا هو قارئ الدولة الأول وقارئ الملوك والرؤساء. الرئيس جمال عبد الناصر منحه وسام الاستحقاق، وحصل على وسام الأرز من لبنان سنة 1958، وحصل على أعلى الأوسمة من ماليزيا، وزار شيخنا 25 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. أنت متخيل الرقم؟ من ضمنها كانت زيارته للقدس الشريف سنة 1960. وأثناء تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات حكم البلاد اختاروا ضمن الوفد الرسمي المسافر معاه للقدس سنة 1977. المعلومة بقى الجديدة ان الرئيس السادات كان من عشاق عمنا الشيخ، للدرجة اللي كان خلت الرئيس السادات وهو في محبسه في السجن قبل قيام الثورة كان بيقلد عمنا الشيخ ده. يا ترى مين هو؟ هو عمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل. كان قارئ ومصارع وملاكم كمان. ده مين بقى يا شيخنا ده؟ اسمعوا الحكاية للآخر. قارئنا من مواليد 17 ديسمبر 1926 من محافظة المنوفية. والده ندر انه اذا رزق بولد هيوهبه للقرآن، وفعلا اوفى الوالد بوعده فعكف على تربيته في رحاب القرآن الكريم، فحفظ القرآن وهو عنده 11 سنة، وانتقل بعدها الى مدينة طنطا لدراسة القراءات بالجامع الأحمدي. نزل القاهرة عام 1945 لدراسة المقامات على ايد حجة زمانه الشيخ درويش الحريري. شيخنا كان بيقول انه فشل في الازهر لكنه نجح في القرآن والإذاعة. التحق بالإذاعة المصرية عام 1948 وعين قارئا لمسجد الإمام أحمد الرفاعي في فترة الخمسينات، وبعدها انتقل للقراءة بالجامع الأحمدي عام 1959 وفضل يقرأ فيه طيلة 25 سنة. بجانب كده كمان قارئنا قرأ في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والجامع الأموي. وبتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر سجل قارئنا المصحف المرتل برواية حفص للإذاعة المصرية عام 1967. قارئنا كان محب جدا للرياضة من صغره. لما استقر في القاهرة عين قارئا رسميا لجمعية الشبان المسلمين ومارس معاهم رياضة المصارعة والملاكمة. بيحكى ان شيخنا كان اثناء قراءته في مسجد القرية شاف 2 عساكر انجليز شاربين خمرة وعايزين يقتحموا المسجد، وهو بيقرا كده جه واخد بعضه وخرج بره الباب وجه واخدهم وضربهم علقة محترمة ورجع كمل القراءة مرة اخرى. عرفتوا مين هو؟ هو عم الشيخ محمود علي البنا، مقرئ له 15 من الأبناء. يا خبر أبيض، يا ترى مين هو؟ تعالوا نسمع الحكاية للآخر. مقرئنا نشأ في أسرة قرآنية عريقة توارثت تلاوة القرآن أبا عن جد. يعني الأب مقرئ والجد مقرئ اللي هو كان الشيخ تايب، والعم برضه مقرئ الشيخ أحمد. مقرئنا رحل مع عمه الشيخ أحمد إلى القاهرة عام 1927 وبدأ يقرأ القرآن ويحيي الليالي، وبعدها ذاع صيته والتحق بالإذاعة المصرية في فترة الخمسينات. مقرئنا سجل المصحف كاملا مرتلا ومجودا، وله قراءة مشتركة برواية الدوري مع عمنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي. عمنا الشيخ قرأ في مكة وفي المدينة وفي المسجد الأقصى. القصة في إيه بقى؟ إنه تزوج مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن زوجته الثانية أنجب 5 أولاد و4 بنات.
يا ترى من هو؟ هو فضيلة مولانا عمنا الشيخ محمد صديق المنشاوي، مقرئ مشهور على مستوى العالم الإسلامي. دخل لجنة الاستماع وبدل ما يسمعهم قرآن جه مسمعهم غناء. يا ترى من هو؟ اسمع الحكاية للآخر. سنة 1939 أذاعت إذاعة القاهرة أول تسجيل لعمنا الشيخ، وفي عام 1941 استدعته السلطات البريطانية عشان يقرأ في إذاعة الشرق الأدنى بفلسطين براتب 200 جنيه في الشهر، وفضل معاهم لحد عام 1945 وارتفع الراتب بتاعه إلى 500 جنيه في الشهر، والكلام ده على عهدة موقع ويكيبيديا. نشب خلاف بين عمنا الشيخ وبين مدير الإذاعة، نتج عنه إن هم استغنوا عنه ورجع مرة تانية إلى القاهرة. لما رجع إلى القاهرة لقى المسؤولين عايزين يعرضوه على لجنة استماع ويختبروه مرة تانية. طبعا الأمر ده أثار فيضة عمنا الشيخ، وفي يوم الامتحان راح الإذاعة ودخل الاستوديو وادوله إشارة البدء إن هو يبدأ يقرأ، وبدل ما يقرأ قرآن جه ملعلع في الغناء، وخرج وهو بأعلى صوته من الاستوديو وقال: أنا مقرئ من 20 سنة، عايزين تمتحنوني؟ امتحنوني في الغناء، إنما مقرئ لا يمكن. ومن بعدها خرج عمنا الشيخ وما رجعش الإذاعة مرة تانية. عرفتوا من هو؟ هو عمنا الشيخ محمد فريد السنديوني، مقرئ الإذاعة ما كانتش بتذيع اسمه بعد إذاعة تسجيلاته. يا ترى من هو؟ اسمع الحكاية للآخر. عام 1941 وأثناء الحرب العالمية الثانية اللي كانت بين دول التحالف اللي منها بريطانيا ودول المحور اللي منها ألمانيا، المخابرات البريطانية أخذت بالها إن مقرئنا بيتذاع له تلاوات على إذاعة برلين بعد إذاعة نشرة الأخبار. الأمر ده جعل مصطفى باشا النحاس يستدعي قارئنا ويستوضح منه الأمر. شيخنا يعني ثبته كده بكلمتين وقال له إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الإذاعات دي عشان ننشر بها القرآن. وأثناء حرب الاستنزاف كان بيذاع لمقرئنا تسجيلات مدتها ربع ساعة، وكان الأستاذ أحمد شفيق كامل مغرم جدا بصوت عمنا الشيخ، وكان حريص على إن مقرئنا يقرأ بمنزل الأستاذ أحمد شفيق، وجمعت بينهم صداقة. عام 1969 توقف شيخنا عن القراءة بالإذاعة، اللي هو زي ما بيقول كده إيه، زعل واتقمص. الأستاذ أحمد شفيق كامل طلب من مقرئنا إن هو يرجع مرة تانية، لكنه رفض، وكان السبب إن الإذاعة ما بتذيعش اسمه بعد إذاعة تسجيلاته. ووقتها رفع قضية على الإذاعة، لكن وفاته المنية عام 1976. يا ترى من هو؟ هو مقرئنا الشيخ أحمد سليمان السعدني، قارئ أهدته كوكب الشرق أم كلثوم عقدها الذهبي. يا ترى من هو؟ اسمع الحكاية للآخر. قارئنا من مواليد 1929 من محافظة الدقهلية، من عيلة كانوا بيسموها عيلة المشايخ لكثرة حفظة كتاب الله فيها. أبوه كان إمام وخطيب مسجد القرية، عمه كان قاضي شرعي، وخاله كان محفظ وهو اللي حفظه القرآن. بعد ما أتم حفظ القرآن التحق شيخنا بالمعهد الديني بالزقازيق، وأثنى عليه الشيخ توفيق عبد العزيز. والشيخ توفيق هو والد الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة بأبلة فضيلة. في نهاية الخمسينات الرئيس جمال عبد الناصر كان في المنصورة لمؤتمر جماهيري، وكان المفروض إن اللي يفتتح الحفل ده هو عمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل، لكنه اعتذر، فافتتح المؤتمر قارئنا وأثنى على صوته الرئيس جمال عبد الناصر، ومن وقتها ذاع صيته في جميع محافظات الجمهورية. قارئنا ما كانش له نصيب للسفر خارج مصر، لأن كان قلبه متعلق بأهله وبوطنه، وما سافرش بره إلا لأداء فريضة الحج. التحق بالإذاعة سنة 1967 وأثنى على صوته عمنا الشيخ رزق خليل حبة وعمنا الشيخ محمود خليل الحصري. وفي مرة شيخنا راح قرية طماي الزهيرة لزيارة السيدة أم كلثوم، وطلبت منه إنه يقرأ 10 دقايق، وانبهر الحضور بصوته، وأهدته الست أم كلثوم عقد ذهب بتملكه تقديرا وتشجيعا له.
قارئنا هو عمنا الشيخ حمدي الزامل، قارئ كان له طابع بريد عليه صورته. يا ترى مين هو؟ تعالوا نسمع الفيديو للآخر ونسمع الحكاية. ولد قارئنا عام 1904 بقرية مجول محافظة القليوبية. حفظ القرآن وهو عمره 8 سنوات، وألحقه والده إلى معهد القراءات اللي بشارع الشيخ ريحان بالقاهرة، وتتلمذ على إيد الشيخ خليل الجنايني اللي تنبأ له بمستقبل كبير في عالم قراءة القرآن الكريم. التحق قارئنا بالإذاعة المصرية سنة 1936، وربطت بين قارئنا وعمنا الشيخ محمد رفعت صداقة قوية جدا، وكان كل منهم بيكون حريص إن يسمع التاني. اختلف قارئنا مع الإذاعة ومديرها الأجنبي مستر ماركوني، وأيدوا في الخلاف ده عمنا الشيخ محمد رفعت وتوقفوا عن تسجيلاتهم بالإذاعة. اختلف قارئنا مع الإذاعة المصرية ومديرها مستر ماركوني، وعمنا الشيخ محمد رفعت كان مأيده في هذا الخلاف، وقطعوا الإذاعة فترة وعادوا ليها تاني بعد ضغط من المستمعين. قارئنا شارك في رفع الأذان في الفيلم السينمائي الشهير في بيتنا رجل. قارئنا عين قارئا بمسجد محمد علي، وبعد إعلان الجمهورية انتقل وعين بمسجد صلاح الدين بالمنيل. كانت رحلاته الخارجية قليلة جدا، من الآخر كده كان بيخاف من ركوب الطيران، وكان بيفضل ركوب البحر. تلقى دعوة لدولة الإمارات وقرأ بإمارة عجمان، وأصدرت طابع بريد بيحمل صورته. قارئنا في أواخر أيامه أصيب بانفصام في شبكية العين اليمنى وبمرض الصفرة، وتوفي على إثرها عام 1971. يا ترى مين قارئنا؟ هو عمنا الشيخ عبد العظيم زاهر، مؤذن بيأذن كل جمعة بمسجد سيدنا الحسين بمقام معين لا يكرره إلا بعد سنة. ده إيه العبقرية دي؟ يا ترى مين هو؟ اسمع الحكاية للآخر. هو قارئ ومنشد من مواليد حي الجمالية بسيدنا الحسين عام 1878. حفظ القرآن ودرس علومه وهو صغير بكتاب مسجد فاطمة أم الغلام بالجمالية. وهو طفل أصيب في حادث، وكان نتيجة هذا الحادث إنه أصيب بالعمى. جود القرآن وتعلم قراءاته ودرس علوم الفقه، وبعد كده درس الموسيقى على ايد الشيخ ابراهيم المغربي وحفظ معاه الموشحات، واطلع على الموسيقى التركية وعرف خصائصها. بعد كل هذه الدراسات الثرية من تجويد وقراءات وعلوم للفقه والموسيقى، صار الشيخ من أشهر أعلام مصر قارئا ومنشدا، وأصبح قارئ مسجد الإمام سيدنا الحسين، وصار منشد مصر الأول. لقبوه كده منشد مصر الأول الذي لا يعلى عليه في تطوير وابتكار الأساليب والأنغام والجوابات. وبلغت به العبقرية إنه كان بيؤذن للجمعة في مسجد سيدنا الحسين كل أسبوع بمقام معين ما بيكرروش إلا بعد ما تفوت سنة. حاجة كده صعبة خالص. يا ترى مين هو؟ هو عمنا الشيخ العبقري الشيخ علي محمود، أول قارئة للإذاعة المصرية. يا ترى مين هي؟ تعالوا نعرف الحكاية للآخر. في عام 1920 وصل شهرتها للعالم العربي عبر أثير الإذاعات الأهلية المصرية، وكان عمرها في الوقت ده 18 سنة. ولما أنشئت الإذاعة المصرية الرسمية عام 1934، احفظوا التاريخ ده كويس، أنشئت الإذاعة الرسمية المصرية عام 1934، كانت في طليعة الذين رتلوا القرآن عبر موجاتها، يعني كانت من أوائل الناس اللي قرأ القرآن في الإذاعة المصرية، وكانت بتتقاضى أجر 5 جنيه، في حين إن عمنا الشيخ محمد رفعت كان أجره كام؟ كان 10 جنيه. قراءتنا كانت على علاقة طيبة جدا بكل القراء والمشايخ، وكانت بتختص عمنا الشيخ محمد الصيفي إنها كانت بتحب جدا تسمع تلاواته. قبل الحرب العالمية الثانية أفتى بعض المشايخ الكبار بأن صوت المرأة عورة، فاختفى صوت
قارئتنا من الإذاعة المصرية، وتوقفت إذاعة لندن وباريس عن إذاعة اسطوانات قارئتنا. وبالرغم من رسائل الاحتجاج والاعتراض على هذا القرار، إلا أن الإذاعة كانت متخوفة من غضب المشايخ. القارئة هي الشيخة منيرة عبده، قارئ الإسكندرية الأول. يا ترى من هو؟ اسمع الحكاية للآخر. قارئنا بينتمي لجيل الرعيل الأول من القراء، وكان أهم ما يميزه شخصيته القرآنية المستقلة، فترك بصمة متميزة للغاية في الساحة القرآنية. ولد قارئنا بقرية البصرات بمحافظة الدقهلية عام 1921. حفظ القرآن الكريم وعمره 11 سنة، وحصل على العالمية عام 1940. اعتمد بالإذاعة المصرية عام 1954. عام 1962 اجتاز اختبارات المسابقة اللي أعلن عنها التلفزيون العربي لقبول قراء جدد. تم تعيينه كقارئ في مسجد سيدي جابر بالإسكندرية، حيث لمع اسمه بالإسكندرية، وافتتح إذاعة الإسكندرية في منتصف الخمسينات، وظل مرتبط بالإسكندرية 30 عام لحد ما أطلقوا عليه قارئ الإسكندرية الأول. قارئنا زار دول عديدة منها تنزانيا والصومال والأرجنتين وفلسطين. كمان قارئنا زار السودان مرتين، الأولى بصحبة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتانية بصحبة عمنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وبعد 30 سنة قارئنا قضاها بالإسكندرية، يستقر قارئنا بالعاصمة الأم القاهرة، ليتم تعيينه قارئا للسورة بمسجد محمد علي بالقلعة. ويتوفى قارئنا في 7 يوليو عام 1986. يا ترى من هو؟ قارئنا هو عمنا الشيخ إبراهيم المنصوري، شويش وقارئ بالإذاعة. مين هو؟ اسمع الحكاية للآخر. قارئنا من مواليد 1938 بقرية بيرما محافظة الغربية. ظهرت موهبته في سن مبكر وهو عنده 8 سنوات، وبقى حديث أهل قريته. وهو في سن ال 15 سنة التحق بمعهد القراءات بالمسجد الأحمدي. في عام 1958 التحق بالتجنيد بالأمن المركزي، وكان المعسكر بتاعه فين؟ في الدراسة قرب جامع سيدنا الحسين. ودي كانت فرصة طيبة إن هو يتردد على المسجد ويسمع القرآن هناك. وتعرف على الشيخ المسجد الشيخ حلمي عرفة، وطلب منه إن يرفع الأذان. فكان رد الشيخ حلمي ساعتها إنه إذا تأخر الشيخ طه الفشني يرفع هو الأذان مكانه. وفعلا قد تحقق الأمر، ورفع شيخنا الأذان وقرأ بين الأذان والإقامة، وانبهر به الحضور وكان مبسوط جدا، ورجع للمعسكر وهو فرحان جدا بهذا الأمر اللي خلى القائد يسلمه مسجد المعسكر عشان يتولى فيه الأذان والإمامة. وبتشجيع من إمام مسجد سيدنا الحسين وقيادات الأمن تم تحديد موعد اختبار قارئنا للإذاعة. ويومها قارئنا راح الاختبار وهو بالزي العسكري، ونال درجة عالية في الحفظ والتجويد والصوت، وأطلقوا عليه الشويش. وبعد ما أنهى الخدمة الوطنية تفرغ بقى قارئنا لإحياء الليالي، وانهالت عليه الدعوات من الدول العربية. قارئنا هو عمنا الشيخ راغب مصطفى غلوش، كان قارئ ومأذون شرعي في نفس الوقت. تعرف من هو؟ طب اسمع الحكاية للآخر. قارئنا من مواليد محافظة الشرقية سنة 1946، من أسرة ريفية كانت بتتطلع إن ربنا يرزقها بولد بعد ما أنجبوا 4 بنات. وفعلا قارئنا كان أخ ال4 بنات، ليلحقوا أبوه بكتاب الشيخة مريم روزيه، اللي كما ورد على لسان قارئنا إنه إذا انفلت منه حرف كانت بتعاقبه، وكان بيسمع عليها الجزء، فلو غلط في كلمة واحدة تخليه يعيد الجزء من أول وجديد. وهو عنده 12 سنة أتم حفظ القرآن، وبعدها اتعلم القراءات والتجويد على إيد مأذون القرية وقتها الشيخ الصاوي عبد المعطي. وحصل بعدها قارئنا على المأذونية ليصبح قارئا ومأذونا شرعيا للقرية. قارئنا ذاع صيته في أرجاء محافظة الشرقية، وكانت النقلة للشهرة والانتشار مع شريط سورة يوسف بتاع صوت الشرقية،
اللي الشريط ده انتشر مش في مصر بس، في جميع أنحاء العالم الإسلامي. تم اعتماد قارئنا للإذاعة عام 1997. كان عمره بقى كام سنة؟ 50 سنة. متخيل؟ اعتمد وهو عمره 50 سنة. اللي الكثير ما يعرفوش عن قارئنا ان هو قرأ مع مشاهير وكبار قراء العالم الإسلامي، زي عمنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود علي البنا، وعمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل. قارئنا هو عمنا الشيخ السيد متولي عبد العال. قارئ وهو صبي قرأ مرتين في احتفالية ليلة القدر أمام الرئيس مبارك. يا ترى مين هو؟ اسمع الحكاية للآخر. قارئنا من مواليد 1984 بمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن على إيد والده القارئ الإذاعي. عام 1997 حصل قارئنا على المركز الأول في المسابقة العالمية اللي بتنظمها وزارة الأوقاف المصرية كل سنة، واللي بيكون التكريم فيها في احتفالية ليلة القدر، ويومها افتتح شيخنا الاحتفال أمام الرئيس مبارك. والمرة الثانية كانت عام 2001 وكان هو عمره ساعتها 13 سنة، ليكون هو الوحيد اللي قرأ مرتين في هذا الاحتفال السنوي. كمان أخوه الكبير قرأ في هذه الاحتفالية، وأخوه الأوسط المستشار محمد برضه قرأ في احتفالية ليلة القدر، عشان يكون الثلاث أشقاء نالوا شرف القراءة في احتفالية وزارة الأوقاف. وكان قارئنا بيقرأ سورة الجمعة بجامع الرفاعي أوقات ما كان والده الشيخ بيعتذر عن القراءة. وبدأت جماهيرية شيخنا تنتشر على مستوى العالم مع بداية عام 2010 بانتشار السوشيال ميديا. وبالرغم من صغر سنه إلا إنه أحيا أمسيات في بلدان عديدة، منها العربية زي الكويت ولبنان، ومنها الإسلامية زي إيران وأندونيسيا، ومنها الأجنبية زي بريطانيا وفرنسا. وبسبب شهرته الجارفة على مستوى العالم جعلته كل فترة عرضة للهجوم والانتقاد للأسف من داخل بلده وليس من خارجها. قارئنا هو عمنا الشيخ محمود الشحات محمد أنور.